حاجه طالعه لله لازم تيجي احسن حاجه. ربنا يخليك يا ابو محمد والله. فراخ نباتي يابا بس طبعا نشوف والله فراخ جميله ما شاء الله، فراخ جميله. تسلم ايدك يا ابو محمد، ربنا يخلينا ليك. حط ده فراوله يا عم مصطفى، فراوله والله. فراخ جميله. حط يا ابو محمد، ربنا يكبر بخاطرك. فصل لوجه الله، طالعين لوجه الله. فراخ طالعه لوجه الله من هنا من امام جمهوريه الفراخ من عند ابو محمد زعفله. جايب 4 تنفاص اهم لوجه الله يا جماعه والله. استنى. ربنا يكبر بخاطرك يا ابو محمد. حاسب ما تكسرش القفاص يا ابو محمد، العده مستعده. ابو محمد جايب 4 تنفاص اهم يا جماعه طالعين لوجه الله. خليك يا ابو محمد. فراوله ابو محمد. قول كده بكام يا ابو محمد؟ فراخ يا جماعه ببلاش يا جماعه والله لوجه الله. ربنا يرضي يا حبيبي. مساء الفل. خد يا خليل، يا خليل خلاص بقى، فضل بقى عند خليل. خد يا خليل ربنا يخليك، انت هترزق وهتلعب معاه بفضل الله. قول يا ابو محمد، يلا قول. صلى على النبي يا ابو محمد. صلى على النبي. ابو محمد جايب فراخ لوجه الله يا جماعه. ربنا يخليك لينا وما يحرمك مننا. الفراخ ده هتاخدها عندك بقى. انا جايب لك دول هيتنضفوا عندك الصبح 4 تنفاص. ربنا ياخدك يا ابو محمد. انا بحسبهم سرده. لا ما انا هجيب لك سرده بالليل. زعبله سرده دول جايبهم لي. سرده. هجيب لك حاجه طالعه لله لازم تيجي احسن حاجه. ربنا يخليك يا ابو محمد والله. فراخ نباتي يابا بس طبعا نشوف والله فراخ جميله ما شاء الله، فراخ جميله. تسلم ايدك يا ابو محمد، ربنا يخلينا ليك. حط ده فراوله يا عم مصطفى، فراوله والله. فراخ جميله. حط يا ابو محمد، ربنا يكبر بخاطرك. بكام يا ابو محمد؟ لوجه الله ابو محمد. فوق ال 40 فرخه. لا يا حاج يعملوا 44 تقريبا. حلوين، رضا ربنا يرضيهم. لسه في فراخ؟ لو عايز كمان يا حاج ماشي اجيب لك تفاصيل. ربنا يكبر بخاطرك يا ابو محمد ويسترها معاك ويديك على قد نيتك، ولا بلاش يديك على قد نيتك دي. يا سيدي ربنا يكرمنا جميعا. ربنا يخليك يا ابو محمد وتوصل بالسلامه. ربنا يعافيك. ربنا يديك على قد بلاويه، على قد ما بتعمل يعني. ربنا يخليك يا ابو محمد والله. ايوه امر. تسلم يا ابو محمد، مع السلامه عليكم يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، كتر خيرك. يلا يا محمد ما تربطش بقى، اطلع على خالد جمعه يلا نزلهم من هناك. يا جماعه فراخ اهي طالعه لوجه الله عشان الناس المرضى النفسيين التعبانين يعرفوا ان الفراخ اهي بتيجي وتروح لوجه الله. عشان في ناس غلابه ومساكين لا لاقيين رجلين ولا لاقيين مصارين ولا لاقيين فراخ في الوقت الحالي، وفي ظل الازمات وفي ظل ارتفاع اسعار الفراخ والخامات وفي ظل ارتفاع اسعار الاعلاف. ربنا ياخد المحتكرين اللي بيرفعوا اسعار الفراخ واسعار الخامات واسعار الاعلاف على البني ادمين. مع السلامه عليكم يا اجمعين.